الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. يعني الدين المقبول عند الله تبارك وتعالى هو الإسلام، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني اللي خدش دين آخر من غير الإسلام فلن يقبل منه يوم القيامة وهو من الخاسرين يوم القيامة. إذن الدين الصحيح والمقبول عند الله تبارك وتعالى هو دين الإسلام. دين الإسلام، ودين الإسلام هو دين كل الأنبياء. دين كل الأنبياء. سيدنا آدم كان نبي وكان مسلم، والناس اللي تبعوه ولاده وذريته كانوا مسلمين، والناس اللي تبعوا نوح على الإسلام 82 واحد تبعوه كانوا مسلمين يعني، والناس اللي تبعوا سيدنا إبراهيم كانوا مسلمين، وسيدنا إدريس وسيدنا عيسى الأولين. الناس الأولين ماشي اللي قالوا عيسى ولد الله، لا، الناس اللي آمنوا أن سيدنا عيسى نبي الله، والناس اللي آمنوا أن سيدنا موسى نبي الله، اللي كانوا بنو إسرائيل، ماشي هادو ديال دابا، لا، بنو إسرائيل اللي كانوا هذيك الساعة وتبعوا سيدنا موسى، منهم اللي كفروا ولكن منهم اللي بقوا على الإسلام، كانوا كيقولوا لا إله إلا الله، موسى نبي الله، موسى رسول الله. والناس اللي آمنوا في عهد سيدنا إبراهيم كانوا كيقولوا لا إله إلا الله، إبراهيم رسول الله. والناس اللي تبعوا سيدنا عيسى كانوا كيقولوا لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، وكانوا مسلمين. إذن هذا هو الإسلام. الإسلام أنك تآمن بداك النبي ديال داك الزمان وتآمن بالله تبارك وتعالى. كيقولوا الناس كانوا في عهد سيدنا نوح يقولوا لا إله إلا الله، نوح رسول الله، وبالتالي كانوا مسلمين. أما ما كاينش شي دين آخر من غير الإسلام. الله تبارك وتعالى كيقول، يعني الدليل: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله تعالى كيقول: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والله تعالى كيقول في سيدنا عيسى رسول الله: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله واشهد بأننا مسلمون. يعني واشهد بأننا مسلمون يا عيسى، اشهد بأننا نؤمن بالله ونؤمن بك كأنك رسول. هذا هو الإسلام. أما الفرق، شنو كان الفرق؟ ما نقولوش الديانات السماوية، لا، الشرائع ديال الله تبارك وتعالى. ما نقولوش ديانات سماوية، شرائع ديال الله تبارك وتعالى. الله أنزل كتب على سيدنا إدريس، أنزل كتب على صحف على سيدنا موسى إلى غير ذلك من الأنبياء. سيدنا آدم أول نبي وكان عنده كتاب، كان عنده شرع كيعلم به ولاده إلى غير ذلك. إذن الفرق فاش؟ الفرق كان في الشرائع، بمعنى الأحكام. فعند سيدنا موسى الناس كانوا كيأديوا ربع ديال المال ديالهم زكاة. عندك 100,000 من 25,000 زكاة، 25,000 زكاة. كان فعند سيدنا موسى مثلا الناس طاح عليهم البول على الثوب ديالهم كيقطعوه بالمقراط، كيقطعوه بالمقص. أما في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي الله بعثه بالشريعة السمحة السهلة، تغسل ذاك الثوب ما تبقى فيه لا لون لا رائحة لا طعم، خلاص ولا هذا الثوب طاهر، ولو طاح ليه ما طاح ليه من نجاسة، دم ولا غائط ولا بول ولا أي شيء من الأشياء النجسة. إذن كاين فرق في الشرائع. فعند سيدنا آدم أول ما نزل سيدنا آدم عليه السلام وكان عنده أولاد، كانت أمنا حواء كتولد كل مرة كتولد جوج، يعني بنت وولد، والبطن الآخر كتكون فيه ولد وبنت. ملي كيكبروا الله تعالى أوحى لسيدنا آدم أنه يجوج البنت من هذا البطن الولد من البطن الآخر، والعكس، حتى كبروا ولا ولد العمام إلى غير ذلك. هنا الله تبارك وتعالى نزل عليه أنه حرام الآن أنه يتزوج الابن بأخته. فهذا هو الفرق اللي كاين بين الشرائع. أما والشرع واحد، كلهم الأنبياء كيقولوا لا إله إلا الله، وكلهم كيأمنوا بأن الله هو خالق هذا العالم، وكلهم كيأمنوا بأن الله ما كيشبهناش، وكلهم كيأمنوا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأشياء وفرض علينا أشياء، وعلينا أن نؤمن بالله تبارك وتعالى. كل الأنبياء نزلوا بهذه الأشياء. ما كاينش نبي كي يعتقد خلاف نبي آخر. إذن اللي مات على غير الإسلام الخلود في جهنم أبدا آبدين. اللي مات على غير الإسلام خالدين في جهنم أبدا.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على الإسلام، والحمد لله رب العالمين.